السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واحد الموضوع ومن بعد غادي نعمل قصة. كاين واحد الموضوع غنهضر عليه في الأول، في المقدمة ديال القصة. هادي واحد 3 أيام طلع لي واحد الفيديو ديال واحد قناة معروفة في المغرب، قناة صحفية. كانوا عندهم 2 ضيفات، وهادوك الضيفات معروفين في التيك توك، معروفين بزاف بلا ما ننطق الاسم ديالهم باش ما نعملهمش الإشهار. كانت سقساتهم المذيعة علاش كتمتهنوا هاد المهنة، المهنة الدعارة الكترونيكي. سقسات الأولى اللي سميتها فتيحة، قالت لها راجلها ما كانش كيخدم يعني محتاجين بزاف الحاجات، وكانت خدامة ديك الخدمة، وراجلها هو اللي كيصورها، وكان متفق معاها اللي هو راجلها دابا في الحبس، وفرحانة وبأن كأنها كتخدم شي خدمة، يعني بحال اللي ما كتفتخر براسها خدامة ديك الخدمة. واش هادو ما عندهمش عائلتهم؟ واش هادو ما كيحشموش؟ ما عرفتش. أخرى الضيفة الثانية باقا صغيرة 32 عام، وسبحان اللي خلقها مزيونة. قالت لها يعني واش نتينا باغا هاد الخدمة؟ قالت لها باغاها، كنصرف على بناتي، عندي 3 د البنات. كتقول بأنها مطلقة والطليق ديالها ما كيعطيها حتى ريال، وهي كتخدم. قالت هي من 14 عام، من 14 عام وهي خرجت من الزنقة. كتكمي، كتشرب، كتعمل كلشي، وكانت كتمتهن هاد المهنة على برا. ومن بعد رجعت كتمتهن هاد المهنة في التيك توك، ملي كتوجه لها شي سؤال كتجاوب عليه، وكتقول للمذيعة راه هي سوليها على بنتها. يعني بنتها جالسة مع حدا ماماها، وماماها مفتخرة براسها بأنها كتمتهن هاد المهنة. كتقول وباش غادي نصرف على بناتي؟ سولات المذيعة شحال كتشدي في النهار؟ قالت ماشي بزاف، يعني كتوصل حتى 1000 درهم، وتوصل أكثر من 1000 درهم في النهار. وهاد العام ما قراتش بناتها. علاش؟ قالك يعني ما كاينش باش، حيت هما كيقراو في المدارس الخاصة، وما كاينش باش تصرف عليهم واش تخلص عليهم المدارس ديالهم. كتشد 100 ألف فرنك في ليلة، أو كنظن الله أعلم، مبقيتش عاقلة، راه كتار، وما عندهاش باش تقري بناتها. شحال من وحدة كنسمعها بهاد السوشيال ميديا عندهم عيل واحد ولا عيل، يعني ولد واحد ولا بنت واحدة، وكيتجهوا لهاد المنكر، لهاد المصيبة الكاحلة، الحجة باش يصرفوا على ولادهم. والله العظيم، والله العظيم هادي حجة تافهة. هادو واش ما مربينش؟ واش ما عرفتش؟ انا ما عارفاش باش غنوصف هادو. والله انا كنعرف وحده، كنعرفها ماشي عاودت لي، كنعرفها مباشرة. كان عندها 4 ديال الوليدات، 4، 2 خلقوا يعني في الضوء. كان باقي عند الراجل كيخدم وداكشي، و2 التانيين جاو في أسوأ الحالة. راجل ما خدامش، والمرا صابرة، وخا هيداك
كانت كتبغي راجلها مبغاتش تطلق منو، كتخدم على 4 د الوليدات وما عمرها ما خدمت ولادها، عمرها ما خدماتهم. كيقولوا لها الجيران صيفط ولدك يبيع الميكات ولا يخدم في الحانوت يهز البوطات، يقول أبدا أبدا. كتعاود واحد المرة جاتنا عندها واحد الجارة قالت ليها أنا دبرت لك الخدمة لبنتك، يعطيوها 10,000 ريال في الشهر، غتقابل غير واحد السيدة كبيرة تسخر ليها وتقابلها في الدار. بنتها شحال كان عندها؟ يمكن كان عندها شي 12 عام. قالت ليها لا أبدا، واش بنتي تمشي تخدم وبنتي كتقرا؟ بقاو عليها كيقولوا لها قرايه اش غدير بشي قرايه، اش غدير بشي قرايه، غتشد الدبلوم وتعلقوا ديكور، خليها تخدم وتعاونك، انت لا تمشي كل شهر وتشد 10,000 ريال. وهذا الشي كان ديك الساعة كان فلوس ابدا. واش بغات تخدم ولادها؟ هي اللي خدامة، خدمت جفافة، طباخة، صباغة، خدمت الخدمة اللي كتعرف واللي ما كتعرفش. كانت كترجع من الدار جوتها هامدة بالعيا وكتفرح وتدخل شي حاجة في يديها لولادها ويفرحوا. يعني شافت الجوع، شافت العذاب وباقا صغيرة. واحد مرة طلت عليها واحد جارتها، كانوا كيعاونوها مثلا الجيران بشي حاجة هيدا. واحد مرة جارتها قالت ليها والله لو كنت بحالك تنخرج ليها نيشان، يعني تخرج لبسة نيشان. والراجل كان كيغيب عليها ب3 سنين بعام ما كانش مسوق. هي ما كتعرف الا الله وولادها، كتخدم، تكرفصت وجاعت وتعذبت وبقات محافظة على ولادها، وكتخاف عليهم الاغتصابات، كتخاف عليهم اي حاجة. ولادها كبروا، ولدها أستاذ، بنتها الإجازة، كلهم ولادها قراو. داكشي اللي كانت كتشد هادشي في التسعينات و2010 و2000 كان 2015. كانوا كيعرفوها مسكينة محتاجة، ما كتطلبش الثمن، كتقول اللي عطاوها واخا توكل ولادها غير البيض واتاي، المهم ياكلوا، ما يقولش شي نهار بلا ما ياكلوا. شي يعطيها 20 درهم، شي يعطيها المخير كان كيعطيها 50 درهم. واحد السيدة اللي خدمت معاها وكانت كتهلا فيها بالمعنى الكلمة، ولكن ديك السيدة كانت عصبية، ما كيبقاوش معاها نسى حتى شهرين. كوزت معاها 3 سنين، لكن صعيبة، كتساب، كتهين. كانت كتخرج من عندها وكتخرج وهي كتبكي دائما دائما. كانت كتفرغ احزان ديالها غير بالبكا. هادي كنعرفها انا وعشت معاها بعد المعاناة، كنت كتقطع ليا في قلبي. ما عمرها بسدت ولا عمرها سعات، خدمت على ولادها بالحلال، وهادو رجعوا غير اللي كتحرف له، ماشي ما عندهمش الدراع وما كيعجبهم ديك الخدمة اللي هي سهلة، كيخافوش من الله، ما كيعيش عليهم حتى راسهم. كيفاش كيرضاو يخدموا ديك الخدمة؟ كيفاش كيقدروا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ما كنعرفش كيفاش نعبر. لو كنت كنعرف والله حتى نكتب في ديك القناة، نكتب مقال طويل نوري ليهم وجههم في المراية، نلقى سترات وما كيحشموش، شوهوا بلادنا. كملت هذا الموضوع. نعاود واحد القصة هي قصيرة بزاف.
واحد الراجل كان كيضرب مراته، كيضربها، بقى كيضرب فيها، فجأة طاحت ماتت، وهو ما كانش قاصد باش يقتلها، كان خصو غير يربيها. المهم بقى ماشي، خرج خلاها في الدار مطيحة، وبقى ماشي مهموم. تلقى واحد السيد كيعرفو، واحد داهية، قالو مالك؟ قالو انا شنو عملت؟ كنت كنضرب مراتي وما كنتش قاصد نقتلها. المهم طاحت ماتت، والعشيرة ديالها غيسوقوا الخبر غيقتلوني. اش ديك الراجل ديك الداهية قالو شوف واحد الولد، شوف لك شي ولد يكون زوين بزاف، ودخلو بشي حيلة. ملي دخلو قتلو، وعمل الجثة ديالو مع الجثة د مراتك، وعيط العشيرة ديال مراتك، وقول بأنك جبرتيهم بجوجهم وقتلتيهم دفاعا عن شرفك. صافي داكشي اللي عمل، جا حدا دارو وبقى جالس مهموم كيفكر، وهو جاز واحد الولد زوين ما شاء الله، سبحان اللي خلقه. المهم بقى كيهضر معاه الى اخره حتى دخلوا للدار. مجرد ما دخلوا للدار قتلو، وعمل الجثة ديالو قدام الجثة د مراتو. مشى عيط لخواته والاهله، قال لهم انا لقيته مع هاد الولد، مع هاد الراجل، في حالة تلبس، انا قتلتهم بجوج دفاعا عن شرفي. خوته ديال ديك السيده قالوا له غير اسكت، غير تكتم على الامر، ما تفضحهاش، يعني ما تفضحهمش، وندفنوها بالسكات. داكشي اللي عملوا، دفنوهم بجوج بيهم، ديك الولد مسكين وديك المرأة. صافي مشى عندك الراجل، عندك اللي فتح عليه بهذا الحل، قال له انا عملت كيف ما قلتي لي. صافي دفناهم بجوج، وحتى واحد ما ساق الخبر. العشيرة ديالها قالوا لي غير تكتم على الامر. وهذاك الراجل اللي هو اللي فتح عليه بهذا الحل، قال له انا ولدي خرج البارح وما رجعش، انت اللي قتلتي لي ولدي. عرف بان هذاك الولد الضحية اللي مات مسكين ضحية، فهو ولده ديال ديك المجرم اللي قال له شنو تعمل واش تعمل. سبحان الله، سبحان الله العظيم. شوف كيفاش فكر، وغادي يكون هذاك اللي باش اللي غادي اللي غيجوز في ديك اللحظة اللي ديك الراجل كيستنى شي واحد يدوز باش يدخلو ويقتلو، غيكون هو ولد المجرم اللي فتح عليه بالرأي. وسبحان الله، هذه هي القصة. قصة قصيرة وعندها المعاني، وعجبتني، وقلت نعاودها لكم، وتصبحوا على خير.